القرش او القبة طبعا هو كشكل جمالي حلو جدا، بستخدمه امتى؟ بيكون فوق الفتحات بتاعتي، وطبعا بيغنيني عن العتب لان هو بيشيل نفسه بنفسه. ده افضل شكل هندسي للبلاطات، لان مش بحتاج لا تسليح ولا حديد، وطبعا كشكل جمالي بيكون حلو. فكانوا بيستخدموه اكتر زمان. طيب بنعمله ازاي؟ المفروض ان انا طبعا هو عبارة عن كيرف، فباخد الابعاد بتاعتي عادي جدا. الصنايعي بياخد الابعاد وبيعمل فرمة، لا اما خشب لا اما حديد، بيعملها حسب الابعاد بتاعته. وطبعا كل ما الكاميرا بتكون ساقطة بتتحكم لي في الكيرف بتاعي ده هيكون قد ايه والارتفاع بتاعه وهكذا. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ الصنايعي بيحط اللي هو الفرمة الخشب او الحديد دي، والمفروض ان انا فوق الفرمة برص مباني. اخد بالي بقى من ايه في القرش؟ لازم المباني اللي تكون فوق الفرمة دي تكون كلها مناسقة لبعضها، ما ينفعش يكون في فراغات ابدا، لان هي بتشيل بعضها عن طريق اللي هو الشير فورس. طيب انا اخد بالي ان المباني تكون جنب بعض. ايه بقى اللي هيخليني ما اعملش المباني دي جنب بعض؟ زي ما قلنا حسب سقوط الكاميرا اللي عندك، اللي هو اللي فوق فتحة الباب ده اللي بتحكم لي في الكيرف بتاعي اللي هو القرش. فناخد بالنا ان في كريتيكال كيس، اللي هو انت طبعا بديهي في كيرف، فانت حاطط الطوب كله جنب بعض. هتيجي في النص بتاع الكيرف بتاعك وتلاقي المسافة بتكون صغيرة. امتى بقى ما تعملش القرش ده اصلا عن طريق المباني؟ لو لقيت المسافة اللي تحت الكاميرا بتاعتك مش واخدة طوبة. لان انت دلوقتي لو سبت دي فيها فراغ ومفيش طوبة، يعني الطوبة والطوبة في بينهم فراغ مش ملاصقين لبعض، بعد ما تحوش الفرمة بتاعتك هتلاقي كل المباني دي وقعت عليك، لان هو بيشتغل بالشير فورس. فاخد بالي المباني تكون ملاصقه لبعض. مفيش مكان والسقوط الكاميرا مش سامح لي ان انا اعمل ده، يبقى مش هعمل قرشه عن طريق المباني، بعملها عن طريق سلك شبك ده في الاسقف المعلقه، هنبقى نقولها بعدين.